حلقتنا النهاردة عن البصارة المصرية. طريقتنا هتكون طريقة سهلة وخفيفة وصحية وفي منتهى الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بتكون معانا المقادير عبارة عن فول مدشوش، طبعا بنكون غسلينه تحت الحنفية مرة واتنين كده وتلاتة لما اتأكد من نظافته كويس. بعد كده بحطه على مصفى عشان يتصفى من المية بتاعته. كمان بيكون معايا بصلة متوسطة ومعايا 5 فصوص توم او 4 فصوص توم. بعد كده كمان بيكون معايا كمية كويسة من الكزبرة الخضراء. اول حاجه ببتدي اعملها ان انا بحط اناء على النار عباره عن 3 مجات كبار من الميه. اول ما يبتدوا يخشوا في الغليان بدي رشه من الفلفل الاسود وكمان رشه بسيطه من الملح. بعد كده بنزل بالبصله بتاعتنا وفصوص الثوم، بسيبهم هنا ياخدوا كده غلوة كويسة على النار عشان النكهات بتاعة البصل والثوم كله ينكه المية بتاعتي ويدي طعم حلو جدا للبصارة بتاعتنا. بعد كده ببتدي ان انا انزل بالفول المدشوش اللي انا غسلاه وبنزل بيه كمية كويسة من الكزبرة الخضراء. حبيتي تزودي الخضار ممكن ان انت تزودي فيه كمية الكزبرة الخضراء، انا هنا بقولكيش مقدار، تقدري تزودي او تنقصي على حسب ما انت عايزة. بسيبهم كده لحد بقى ما ياخدولهم كده غلوة على النار كده. بعد كده ببتدي ان انا اهدى عليهم لحد ما احس ان الفول وكل الحاجات المكونات اللي انا عملتها ابتدت ان هي تستوي. بعد كده هبتدي ان انا اضربهم في الخلاط بتاعي عشان بقى يكونوا معايا زي ما انتوا شايفين كده ناعمة خالص اهي، زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. برجع تاني احطها في قلب الحلة واحطها على النار. هنا لو احتاجت هي بقى هنا مية، لو حسيت ان هي تخينة شوية انا هنا ضفت لها معلقة بس من السمنة او الزبدة، وببتدي ان انا كمان اديها رشة من الملح والفلفل الاسود. هنا بقى لو انا حسيت ان هي تخينه شويه ببتدي ان انا ازود لها مقدار من الميه لحد ما تكون السمك اللي انت عايزاه. بسيبهم كده بقى ياخدولهم كده غلوه كويسه. خلاص كده انا ده السمك اللي انا عايزاه، هسيبها كده تاخد غلوه. بعد كده ان انا هبتدي ان انا اطفي عليها. بكون انا كمان بقى مخرطه هنا بصل، بتخرطي البصل على حسب ما انت عايزه سواء دواير او ترانشات او هتعمليه مكعبات. بعد كده ببتدي ان انا احط اناء على النار وبحط فيه زيت، واول ما الزيت بتاعي يخش فيه يقدح كده معايا ويكون سخن جامد ببتدي انزل بيه قطع البصل. هنا ده انا هزوق بيه بس هنا كده البصارة بتاعتنا. فببتدي كده بقى هنا ندي بقى كده تحميرة كويسة للبصل لحد ما يبتدي ياخد اللون بتاعه اللي هو اللون كده الذهبي. ماشي، بكون مجهزة عندي فوط مطبخ، ببتدي ان انا اطلع البصل ده على فوط المطبخ عشان يشرب منه الزيت تماما. بعد كده ببتدي ان انا احطه على وش البصارة من فوق. دي كانت حلقتنا النهاردة عن البصارة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم لايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هتلاقوا المقادير موجودة عندكم في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.